بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بحضراتكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في نقطة جديدة بنتعرض لها كتير قوي. فكرة إن أنا يكون عندي كاميرا بدايمنشن ما، وعندي زمايلنا بتوع الام اي بي يكونوا عايزين يمشوا فيها سليف أو فتحة أو ما شابه. الموضوع بيكون قسمين الحقيقة. القسم الأولاني إن أنا يكون عندي فتحة ضخمة شوية، يعني مثلا دي دايما بنلاقيها مع زمايلنا بتوع الاتش فاك، إن هم دايما التغطية بتاعتهم بتكون كبيرة. فالحالات اللي زي كده بنتكلم في الثلاث عن تايم موديل، يعني عادة مش هينفع نحلها بالطريقة السهلة. تمام. لكن احنا بنتكلم على ان انا يكون عندي سليف صغير، حاجة مثلا 30 سنتي في 30 سنتي، والكاميرا مثلا ممكن تكون 80 سنتي ولا حاجة. فساعتها يعني ممكن نمشي الامور بفكرة ان احنا نشوف هو ايه اللي هيتأثر عندنا. بمعنى اخر، ان انا لو عندي كاميرا سيمبل بيم بالشكل ده، فانا الكاميرا بالنسبه لي عامله كده، ده المومنت بتاعها. فهاجي اقول والله انا ممكن افكه لشد من هنا وضغط من هنا. فلو جينا نشوف الاسترس بلوك بتاعنا، احنا عارفين ان هو تقريبا هيكون النيوترال اكس في منطقه ما، تقريبا ممكن نعديها ان هي التلت. تمام. فبالتالي ان انا لو هفتح فانا هفتح في المنطقه دي، مش في المنطقه دي، لان المنطقه دي مين اللي هي فيها ضغط. تمام. ودي شغله الخرسانه بالنسبه لي. اما المنطقه اللي تحت فيها شد فممكن اتجاوز عنها. طيب، فده كده اول كونسيرن. طيب، تاني كونسيرن في فكره الشير، ان انا لما هو هيعمل لي فتحه 30 في 30 فهو هيقطع كنات، انا مش هقدر اعمل الكنات. تمام. في المنطقه دي. فبالتالي انا لو هخليه الاختيار بالنسبه لي يعني، وانا اللي هختار هو يفتح فين، فطبعا هقول له افتح في نص. تمام. ولكن هيكون احيانا صعب ان هو يلتزم بالموضوع ده، لان هو يبقى جاي من مسافه بعيده. ففكره ان هو يفتح في النص ممكن تكون صعبه بالنسبه لي. طيب انا ممكن اعمل ايه عشان احل الموضوع ده؟ هو انا كده كده هتشيك على قيمه الشير، بس انا لو الفتحه بتاعتي وسعت شويه مثلا كانت كده، فهي ابتدت تحمل جزء من الشير هنا، وابتدت تحمل جزء من الشير هنا. فساعتها هعمل ايه؟ فساعتها طيب خلاص، انا القطاع عندي كان زي ما قلنا، وليكن مثلا هنفترض ان هو كان 30 في 80، الدبس ده كده 80 سنتي، وانا في فتحه عندي هنا كده كانت وليكن 30 سنتي. فانا هيبقى لي الجزء اللي فوق ده اللي هو ال 50. فالجزء ال 50 ده انا هتشيك عليه، هشوف والله انا عندي قطاع 30 في 50، هتشيك عليه قيمه الشير اللي جاي لي من هنا كده. تمام. لو القيمه دي سيف خلاص تمام، يبقى سيف ما عنديش مشاكل. تمام. شكرا ليكم جدا. كان معاكم احمد نصرت من تريننج من تولز. هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط